محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا خليل الله، محمد يا رسول الله، محمد يا شفيع الله، محمد يا بشير الله، يا رسول الله. Muhammad, the light of my eyes, about you they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا خليل الله، محمد يا أتباع خير الناس وأعز الناس وأرفع الناس وأتقى النااس وأعبد الناس وأصدق الناس، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة للناس. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا الرحمة المهداة، أنا الرحمة المهداة. متى كان لبلادنا تاريخ قبل الفتح الإسلامي؟ تكبير! الله أكبر! الله أكبر! كنا يا أحبابي مصبة زبلة متاع الأمم الوندال والقرطاجنيون، وكان البربر كأنه يتلقون هذا وذاك، وكنا خارج التاريخ، ولم يبرز منا رجل، ولم تبرز لنا حضارة ولا علم ولا دراسة ولا دخول إلى التاريخ من مصراعه إلا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت تونس قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بداية تاريخ تونس وبداية تاريخ العرب، مجد العرب، وقد كانوا قبائل متفرقة يقال لهم كلاب الجزيرة، فأصبحوا قادة الأمم. نعم، بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم أتى معه عزنا، أتى معه فخرنا، أتى معه علونا، وأتى معه مشاركتنا في مسار العلوم الصحيحة في العالم. واتخذ المشعد في أيدينا ليسلمه للغرب ليستضيء به العالم الآن تقنيات وعلوم رأيناها نحن، واتخذت مشعلا في أيدي حضارتنا العباسية وغيرها لنكون أمناء ومترجمين وزاهدين على الميراث البشري. أيها الطيبون، بماذا؟ بسبب ماذا؟ ما الحدث؟ جاء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من أن نأكل بعضنا بعضا ونتشتت وأن نكون أشرارا وأن نكون أن يملأ الحقد قلوبنا
فعلمنا كيف نعيش متحابين متآخين متآزرين متعاونين لله متقين سبحانه وتعالى. الله أكبر. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا بفضل الله وبهدي الله وبالنور النازل على قلبه من الله من هوان إلى فلاح، ومن ذل إلى عز، ومن ضياع إلى أن نصبح أيها الطيبون لنا حضارة ولنا أمة ولنا تاريخ ولنا علماء كابن الجزار وابن خلدون وغيره. لمن هذا؟ وبسبب من هذا؟ ومن دفع فينا هذه العزة ومن جعلنا أمة أيها الطيبون داخلة في التاريخ؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. تكبير. محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة تدق وتنبض به قلوبنا، محبته تجري في عروقنا، هو قدوتنا، هو أستاذنا، هو مرشدنا، هو مربينا. تملاك بعينينا يا ناس، هو تاج عروسنا يا ناس، هو سيدنا في الدنيا والآخرة. أيها الطيبون، علمنا الاستقامة وعلمنا الطهارة وعلمنا الأمانة وعلمنا أن تكون لنا أخلاق وتكون لنا قيم، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. وشهد فيه ربه سبحانه وتعالى بتاج لم يشهد به لآدمي قط، إذ قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك على خلق عظيم يا محمد، يا رحمة للناس، يا سيد الناس، يا رحمة، يا شفقة للناس، يا من قلت إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجندب يتساقطون فيها، فأنا أشد بثيابكم وأبعدكم عن النار، عن غضب الله. يا محمد يا منقذ البشرية من الخسة ومن الهبوط ومن الرذائل، صلى الله عليك وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الطيبون، عندما يبعث ينفض عن رأسه الغبار، ينظر يمينا وشمالا ويقول ربي لا أسألك الحسن، لا أسألك الحسين، إنما أسألك أمتي أمتي. محمد صلى الله عليه وسلم عندما نحشر يوم الحشر في زحام كبير وفي كرب عظيم، لا ماء ولا ظل، وتدنو الشمس من الخلائق ويعرق الناس يا أحبابي ويشتد بهم الكرب، من لهم شفيع؟ من لي أيها الطيبون يلوذون بالأنبياء والمرسلين فيقول كل لست لها، نفسي نفسي، من يتقدم؟ فداك يا رسول الله. تحت العرش ليؤذن بحساب الخلق فينقذون أيها الطيبون من طول الانتظار ومن حرارة الشمس ومن معاناة الازدحام. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يشتد الظمأ لمن ينسب الحوض؟ من يروي الناس يوم القيامة؟ من يسقي الناس يوم القيامة؟ من ينسب له حوض ماؤه أطيب وأبيض من الحليب وأحلى من العسل وكؤوسه كأعداد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. من يروي عطشنا يوم القيامة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من ينشدنا يوم القيامة؟ يسمع فينا إذا غضب علينا ربنا يوم القيامة. نفدي محمد بأعيننا، نفدي محمد بآبائنا وأمهاتنا،
صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قمنا نصرة لك، صحنا نصرة لدينك، نصرة لرايتك يا رسول الله. تكبير! تكبير! يا أطهارا في هذه الأرض، يا متعففين في هذه الأرض، يا طيبين في هذه الأرض، يا أتباع محمد، أنتم ملح الأرض وصلاح الأرض وصلاح تونس وصلاح العالم. يا جند محمد صلوا على محمد وارفعوا راية محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.